مساء الرعب، مساء الغموض اللي بيخلي قلبك يدق أسرع مع كل كلمة. فعالمنا في أماكن مليانة أسرار محدش يقدر يفسرها، أماكن لو قربت منها هتحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل حواليك. قصتنا النهاردة من النوع ده، قصة المقبرة الملعونة اللي اتفتحت واللي غيرت حياة قرية كاملة. شد حزامك واستعد لأنك داخل رحلة في عالم من الرعب الحقيقي. في قرية صغيرة بعيدة عن المدينة وضوضائها كان في مقبرة قديمة جدا. المقبرة دي مختلفة عن أي مكان تاني، الجدران حجرية وعليها نقوش غريبة، البوابة حديد ومصدية وعليها قفل قديم عمره مئات السنين. الناس في القرية بيتجنبوا المكان ده كأنه الطاعون، كانوا بيقولوا دي مقبرة ملعونة، اللي قرب منها اختفى أو جرى له حاجة غريبة. لكن الفضول أوقات بيغلب. 5 شباب من القرية كلهم أصحاب من الطفولة قرروا يكسروا القاعدة. ياسر الشجاع اللي دايما بيحب يتحدى الخوف، محمود الأكثر هدوء لكنه ما بيحبش يظهر ضعيف، خالد اللي دايما بيدور على مغامرات، سعيد اللي بيخاف بس بيتبع أصحابه، أحمد العقل المدبر اللي كان بيقول الموضوع كله خرافات. في ليلة من الليالي قرروا يدخلوا المقبرة. وصلوا عند البوابة، أول ما لمسوا الباب بتاع المقبرة طلع صوت صرير رهيب كأنه صرخة. فتحوا الباب بالعافية، ريحة كريهة جدا خرجت من جوه، ريحة موت، ريحة تخلي صدرك يتقفل. فتحوا الباب ودخلوا المقبرة. الجدران مليانة نقوش ورسومات لعيون غريبة كأنها بتبص عليهم من كل اتجاه. الأرض مليانة غبار وعظام متناثرة، وفي النص تابوت. بدأوا يتناقشوا، ياسر لازم نفتحه ونشوف جوه ايه، سعيد مرعوب انتوا مجانين مش شايفين الجو عامل ازاي، أحمد مفيش حاجة اسمها لعنة كله خيال. وبالفعل بدأوا يزحزحوا الغطا. أول ما اتحرك سمعوا صوت صرخة مكتومة جاية من جوه التابوت. وقفوا مكانهم اتجمدوا من الرعب، بس ياسر قال نكمل لازم نعرف الحقيقة. فتحوا التابوت لكن ما كانش فيه جثة زي المتوقع، كان فيه كفن أبيض متاكل وعليه نقش غريب مكتوب بلغة محدش فهمها. وبعدين خرجوا بسرعة ومشيوا، ومن الليلة دي بدأت المصايب. محمود وقع وهو راجع البيت واتكسرت رجله. أحمد بدأ يشوف كوابيس مرعبة، كل ليلة يشوف نفسه مربوط جوه التابوت وبيصرخ. خالد بقى يسمع أصوات همسات بالليل حواليه في البيت. وسعيد كان بيصحى من النوم على إحساس إن في حد واقف فوق راسه. بعد أسبوع واحد بس ياسر مات فجأة. الأطباء قالوا توقف مفاجئ في القلب. القرية كلها اتقلبت والخوف رجع أضعاف. الناس قالت إن المقبرة اتفتحت واللعنة رجعت، لكن في شيخ كبير في القرية حكى لهم الحكاية القديمة. قال لهم إن المقبرة دي مدفون فيها واحد مش عادي، واحد زمان كان ساحر شرير استخدم دماء البشر في طقوسه، والناس لما قبضوا عليه ودفنوه هنا. لكن قبل ما يموت لعن أي حد يحاول يزعجه بعد موته. باقي الشباب حاولوا ينسوا، لكن كل يوم كان بيبقى أسوأ. محمود كان يسمع صرخات جاية من المقبرة حتى وهو بعيد عنها. خالد بدأ يشوف ظل أسود بيتحرك حواليه في البيت. أحمد حس إنه بقى بيته مهجور، الحاجات تقع من غير سبب والأبواب تتقفل لوحدها، لحد ما قرروا يروحوا للشيخ. قال لهم مفيش حل غير إنكم تقفلوا المقبرة تاني. رجعوا للمقبرة تاني وحاولوا يقفلوها بالحديد والأسمنت، لكن وهم شغالين كانوا سامعين أصوات صرخات وضحكات مكتومة جاية من جوه، وفي لحظة حسوا إن الأرض تحتهم بترج. أحمد قال لو ما قفلناش دلوقتي اللعنة هتخرج بره المقبرة وتنتشر. وبالفعل قدروا يقفلوا البوابة والقرية رجعت هادية. القصة دي بتفكرنا بحاجة مهمة، إن في أسرار في الدنيا دي مش لازم نعرفها. الفضول ساعات بيكون بداية المشاكل. لو كنت مكان الشباب دول كنت هتدخل المقبرة ولا هتسمع كلام أهل القرية؟ مستني رأيك في التعليقات. وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك عشان توصلك باقي القصص المرعبة اللي لسه جاية، ويمكن تكون أخطر بكتير من دي.